السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا أولى ثانوي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده ان شاء الله هنشرح مع بعض بارت 2 في ليسن 2. طبعا انتوا عارفين ان الدروس بتبقى طويلة جدا جدا، وكل جزء بياخد مننا شرح كتير. تمام. طيب النهارده البارت 2 في ليسون 2 بيتكلم عن حاجه اسمها cellular respiration and obtaining energy، والحصول على الطاقه. يبقى cellular respiration اللي هو التنفس الخلوي، والobtaining energy والحصول على الطاقه. يعني المعلومه دي مش جديده عليك. تمام. طيب انت عارف ان اي living organism، اي كائن حي خلقه ربنا، بيعمل different activities، بيعمل انشطه كتير. تمام. يعني بيتحرك وبيهضم بيعمل vital activities. يعني احنا البادي بتاعنا، جسمنا مش ساكت، بيعمل بروسيس وفانكشن، ليه وظائف كتير. قالك عشان الليفنج اورجانيزم، الكائن الحي، يقدر يعمل الاكتيفيتي بتاعته دي، او الفيتال بروسيس، يمشي ويتحرك ويروح ويجي ويلعب ويذاكر. يعني انا كهيومن عشان اقوم بالحاجات اللي انا بقوم بيها، قالك انا محتاجه انرجي، محتاجه طاقه. طيب هنجيب الطاقه منين؟ قالك طيب، ما انت عارف ان مصدر الطاقه الاساسي في جسمك هو طبعا الجلوكوز، اللي هو السكر او الكربوهيدرات. تمام تمام. طيب كنا بنعمل ايه في الجلوكوز عشان تمام نحصل منها على الطاقه؟ قال لك كنا بنروح للسيل، كنا بنروح للخليه. تمام كده، كنا بنروح للخليه. طيب الخليه دي كان جواها ايه او بيحصل فيها ايه؟ قال لك بقى احنا هندخل الخليه ونعمل حاجه اسمها السيلولار ريسبيريشن، اللي هي التنفس الخلوي. يعني حضرتك لما اكلت وجبه مثلا، الوجبه دي ايا كانت بقى، كانت كربوهيدرات مثلا، ولما اتهضمت في جسمك اديتك الجلوكوز. فالطبيعي ان الجلوكوز ده يوصل لكل السيل اللي موجوده في جسم، يوصل لكل الخلايا اللي موجوده في جسم. تمام تمام. طيب مين اللي هيشيله؟ قال البلاد. يبقى الدم هيودي جلوكوز للسيل، جلوكوز للخليه. طيب الخليه هتعمل ايه بالجلوكوز؟ قال لك هتاخد الجلوكوز، تعمل له عمليه كده، بروسيس، شويه كيميكال رياكشن، شويه تفاعلات كيميائيه، هنقول عليها السيلولار ريسبيريشن، عشان تديك بداله الانرجي، تديك بداله الطاقه. لو انت فاكر اللي كان اسمها الاي تي بي، لو انت متذكر يعني. قالك بس خد بالك بقى، احنا مش بالسيل مش بيروح لها جلوكوز بس، لا، ده السيل كمان بيروح لها اكسجين، بيروح لها اكسجين. اذا الخليه هيدخل لها حاجتين، اكسجين وجلوكوز. صح صح. قال لك جوه السيل بقى في حاجه اسمها الميتوكوندريا، اللي قلنا عليها الباورنج هاوس، بيوت الطاقه. يدخل الجلوكوز والاكسجين للسيل، يديك بدلهم ثلاث حاجات. يديك انرجي، طاقه، هنعنا في حاجه اسمها الاي تي بي، الادينوزين ترايفوسفات، والكلام ده احنا شارحينه كذا مره. طيب وهيديني كربون داي اوكسيد، وهيديني ووتر فيبر، بخار الميه. يعني حضرتك لما بتتنفس بتاخد اكسجين، ولما بتخرج النفس بتطلع مين؟ الكربون داي اوكسيد. هما ده دخل ليه وده طلع ليه؟ قالك الاكسجين دخل عشان بيساهم في عمليه اسمها السيلولار ريسبيريشن، التنفس الخلوي. يعني الخليه بتتنفس، بس بتتنفس بهدف ايه؟ قالك بهدف ان الجلوكوز بتاعي اكسره، تمام، واطلق الطاقه منه، واخد الطاقه منه، لان انا ما ينفعش استفاد من الجلوكوز وهو في الصوره دي. يعني الجلوكوز ده عباره عن شويه اتوم ماسكه ببعضها، كربون وهيدروجين واكسجين، والاتوم دي ما بينها بوند، ما بينهم روابط. قالك استحاله تحصل على الطاقه من الجلوكوز في الصوره دي. فانت حضرتك هتضطر تاخد الجلوكوز وتدخله السيل للميتوكوندريا، تمام، عشان نكسر البوند، نكسر الروابط، وتنطلق الانرجي، تنطلق الطاقة اللي هنحوشها في حاجة اسمها الاي تي بي. يبقى انا بكسر الجلوكوز في عملية اسمها السيلولار ريسبيريشن. يبقى عملية السيلولار ريسبيريشن دي عبارة عن ايه؟ مجموعة من الكيميكال رياكشن، التفاعلات الكيميائية، اللي بينتج عنها ايه؟ ريليزنج اوف الليتنت كيميكال انرجي، بتنطلق او بتحول فيها الكيميكال انرجي، الطاقه الكيميائيه الكامنه او المخزنه في الجلوكوز، ونخزنها في حاجه اسمها الاي تي بي. يبقى انا الجلوكوز ده عنده طاقه مخزنه، كيميكال انرجي، بس مقيده في الروابط، في البوند. فانا هضطر ان انا اكسر البوند، الروابط، عشان تنطلق الانرجي، واخزنها بقى في حاجه اسمها الاي تي بي، ادينوزين ترايفوسفيت. طيب قالك بس عشان تعمل المرحله دي او السيلولار ريسبيريشن، انت محتاج خطوتين، تو ستيبس او تو ستيج. المرحله الاولى دي اسمها الجلايكولايسيس او الجلايكوليسيس، يعني تحلل الجلوكوز. يعني حضرتك لما ادي الخليه مثلا الجلوكوز، اول ما بيجي يدخل الجلوكوز بيقف هنا في السيتوبلازم، مش بيدخل على الميتوكوندريا على طول. يبقى اذا الجلوكوز بيركن شويه في السيتوبلازم، ويحصل له جلايكوليسيس. يعني ايه؟ بيتكسر الجلوكوز. يعني الواحد جلوكوز يتكسر لحاجتين، بيتكسر لشويه مركبات كده اسمهم فيروفيك اسيد.
مش عليك، بس ده ما يهمناش دلوقتي. يبقى اول مرحله بتحصل في السيتوبلازم. بتحصل فين؟ في السيتوبلازم. تمام. قالك طب بيحصل فيها ايه؟ جلايكوليسيس، يعني بنكسر الجلوكوز. تمام، او عشان نحصل منه على الطاقه، على الانرجي. بس هل انت لما كسرت الجلوكوز في السيتوبلازم كنت محتاج الاكسجين في المرحله دي؟ قالك لا. طيب هل اديتك كميه اي تي بي لما كسرت الجلوكوز كافيه ان هي تخليك تعمل الاكتيفيتي بتاعتك؟ قال لك لا. ده انت لما كسرت الجلوكوز في السيتوبلازم يا دوبك اداك 2 اي تي بي. هل ينفع ال 2 اي تي بي، 2 جزيء من الطاقه، يدي الجسم كل الطاقه اللي هو محتاجها؟ قال لك لا. في الحالة دي بقى هنضطر ان احنا ندخل الميتوكوندريا. بس مين اللي هيحدد بقى المرحلة التانية اذا كنا هندخل في الستيج التانية في المرحلة التانية ولا لا؟ قال لك الاكسجين بقى حضرتك، كمية الاكسجين اللي معاك. هو انت معاك اكسجين كافي عشان تكمل مجموعة الرياكشنز، التفاعلات دي، وتحصل على اكبر قدر من الطاقة، ولا مش معاك اكسجين؟ وده بيفرق بقى. يبقى السكند ستيج، المرحلة التانية اللي بتحصل في الميتوكوندريا، دي بتديني اكبر قدر من الطاقه، بحرر كل الطاقه بقى اللي موجوده في الجلوكوز. بس دي بتعتمد على كميه الاكسجين. فحضرتك قالك لو معاك اكسجين كافي، خلاص، في الحاله دي ما عندناش مشكله. الماده اللي اتكسرت ونتجت من الجلوكوز في السيتوبلازم هندخلها الميتوكوندري. ومين اللي هيسبقها بقى على جوه؟ الاكسجين. يبقى اذا المرحله الثانيه مش هتتم الا في وجود الاكسجين. طب بتحصل فين؟ قالك بتحصل في الميتوكوندريا، بتحصل في الميتوكوندريا دي. تمام. تمام، يبقى المرحله الثانيه بتحصل في الميتوكوندريا، ودي بقى بقول عليها السيلولار ريسبيريشن، التنفس الخلوي، وده بيديني اكبر قدر وبيطلق اكبر قدر من الاي تي بي او الانرجي. طيب دي الميتوكوندريا يا ولاد عباره عن اورجانيل عضيه، عباره عن دبل وول، يعني عندها الممبرين بتاعها دبل ممبرين، يعني غشاء مزدوج، غشاء خارجي والغشاء الداخلي كده بيبقى فولدد، بنقول عليه الكريستاي، الاعراف، عشان ازود السيرفس اريا. احنا كده كده دخلنا بقى بالباقي الجلوكوز والاكسجين عشان نطلق اكبر قدر من الطاقه. قال لك خد بالك بقى ان حضرتك لما بتدخل انت عايز تعمل كميه وتطلق كميه طاقه كبيره، فعايز ازود السيرفس اريا، مساحه السطح. فقال لك اخلي الانر ممبرين، الغشاء الداخلي بتاع الميتوكوندريا، فولدد. يعني ايه فولدد؟ فيه ثنايا، متني عشان اديك بداله ايه؟ يعني مساحه السطح يبقى هي مساحه واخده حته صغيره، بس في نفس الوقت هي كبيره لو فردتها، فتديني كميه طاقه كبيره. تمام. وعندك الارضيه بتاعه الميتوكوندريا، الارضيه اسمها الماتريكس. يبقى هي الميتوكوندريا عباره عن دبل ممبرين، غشاء مزدوج، اللي بره ستريت واللي جوه فولدد مسني، والارضيه بتاعتها اسمها الماتريكس. تمام. تمام. قال لك بقى لما حضرتك بتدخل بالجلوكوز في السيل وتروح للميتوكوندريا ومعاك اكسجين كافي، احنا بنعمل هنا ايروبيك ريسبيريشن. يعني ايه ايروبيك؟ تنفس هوائي، يعني تنفس في حاله وجود وفره من الاكسجين. تمام. قال لك في الحاله دي بقى بنديك كميه طاقه مش طبيعيه جوه الميتوكوندريا، نتيجه ان انا بقى بكسر كل الروابط اللي موجوده في الجلوكوز، ما بسيبش حاجه، بكسر كل الروابط. تمام. واديك بدلها انرجي تحوشها في الاي تي بي. يبقى لما بيحصل انايروبيك ريسبيريشن، تنفس هوائي، يعني في وفره من الاكسجين، ده بيحصل جوه الميتوكوندريا. تمام. بتبقى مدخل واحد جلوكوز C6H12O6، ومعاك وفره من الاكسجين اللي هو 6O2. في وجود الانزيمات اللي هتشتغل ككاتاليست، كعوامل حفازه هتسرع من التفاعل. قال لك هتحصل على مين؟ انت عارف ان نواتج التنفس بينطلق الكربون داي اوكسيد والووتر فيبر، الحاجات اللي بتطلع من الزفير. وقال لك هتحصل على كام اي تي بي انرجي؟ 36 اي تي بي. يا نهار ابيض، ده انا كنت لما في السيتوبلازم بره، اول ما الجلوكوز اتكسر اللي هي المرحله الاولى، ما حصلتش الا على 2 اي تي بي بس. قال لك بقى لو معاك اكسجين يبقى انت الخير كتير، وهتحصل في الاخر على 36 اي تي بي. طيب لو ما معيش بقى يا اولاد اكسجين كافي، قال لك لا، انت هتقف في السيتوبلازم، مش هتدخل الميتوكوندريا اصلا، ومش هيحصل ايروبيك، مش هيحصل تنفس هوائي، ده هيحصل انايروبيك، تنفس لا هوائي، يعني اخرك السيتوبلازم و2 اي تي بي. طيب عندي بقى الانايروبيك ريسبيريشن، التنفس اللاهوائي. يعني ايه تنفس لا هوائي؟ قال لك يعني اخرك هتقف في السيتوبلازم ومش هتدخل الميتوكوندريا، لان شرط دخولك للميتوكوندريا وتحصل على اكبر قدر من الطاقه ان حضرتك يبقى معاك اكسجين كفايه. طيب لو عندك بقى ليك اوف اكسجين، نقص في الاكسجين، قال لك لو عندك ليك او ابسنس في الاكسجين، يا دوبك الجلوكوز هيدخل السيتوبلازم، تمام كده، ويتكسر ويديك يا دوبك 2 اي تي بي.
يعني ايه 2 اي تي بي؟ اخرك 2 من الطاقه، ودي كميه غير كافيه. وعشان كده بقول على الانايروبيك ريسبيريشن فيرمنتيشن، عمليه تخمر. يعني ايه تخمر؟ يعني عمليه ريسبيريشن، تنفس للخليه in the absence of الاكسجين، في حاله غياب الاكسجين او نقص الاكسجين. وعلى حسب نوع الكائن الحي فانا عندي نوعين من الفيرمنتيشن، من التخمر: اسيدك فيرمنتيشن تخمر حمضي، والكحوليك فيرمنتيشن تخمر كحولي. تمام. طيب فين الاسيدك فيرمنتيشن بيحصل فين، والالكحوليك فيرمنتيشن بيحصل فين؟ الاسيدك فيرمنتيشن التخمر الحمضي بيحصل في المصل سيل، في خلايا العضلات بتاعتي. يعني الطبيعي وانا قاعده دلوقتي مثلا، المصل بتاعتي، العضله بتاعتي انا بتنفس طبيعي فرايح لها اكسجين كتير، فالعضله بتعمل ايه؟ ايروبيك، تنفس هوائي، تحصل على اكبر قدر من الطاقه. طيب تخيل انا رحت الجيم بقى وبذلت مجهود عنيف وبدات احرك العضله بتاعتي وابذل مجهود كتير، قالك في الحاله دي الاكسجين اللي هيبقى رايح للعضله مش هيبقى كافي، لان بدات انت تحرك العضله بطريقه هي مش متعوده عليها. فقالك لما هنا الاكسجين اللي بيروح للعضله بيبقى غير كافي، في الحاله دي خلايا العضلات، الماسل سيل، هتبدا تلجا للانايروبيك ريسبيريشن، التنفس اللاهوائي، ان هي تكسر الجلوكوز، لان هي محتاجه طاقه فمش لاقيه ومفيش اكسجين، فهتضطر تكسر الجلوكوز في السيتوبلازم في حاله نقص الاكسجين، ويديك لكل واحد جلوكوز كام اي تي بي؟ 2 اي تي بي. وفي الوقت ده قال لك بقى الجلوكوز لما بيتكسر في خلايا المصل في حاله اللي هو الفرمنتيشن يعني التخمر، بيديني حاجه اسمها اللاكتيك اسيد اللي هو حمض اللاكتيك، و2 اي تي بي. حمض اللاكتيك ده بقى لما بيتراكم في العضله بتاعتي بيعمل لي حاجه اسمها الماسل تنشن. يعني ايه ماسل تنشن؟ شد عضلي. يعني الشد العضلي اللي بيجي لحضرتك في العضله، والعضله بتاعتك لما بيحصل لها اجهاد بيبقى نقص، نتيجه نقص الانرجي، نقص الطاقه ونقص الاكسجين، فحصل اكيوميليشن، تراكم للاكتيك اسيد، بنقول عليه اسيدك فيرمنتيشن. ليه تخمر حمضي؟ لان اداني اللاكتيك اسيد، حمض اللاكتيك. طيب قال لك عندي نوع تاني من الفرمنتيشن، وده العادي بقى بيحصل في اليست، عارفين الخميره اللي احنا بنخمر بيها العيش؟ قال لك اليست دي اصلا بتتنفس لها هواء انايروبيك، وبنقول عليه الكحوليك فرمنتيشن. يعني حضرتك لما بتعجن شويه دقيق، بتحط شويه خميره، الخميره بتيجي بعد فتره تلاقي العجين بتاعك نفش. هو العجين ايه يا ولاد اللي رفعه كده؟ احنا بنقول عجين خمر. يعني ايه خمر؟ قال لك الخميره اللي انت حطيتها بدات تعمل الكحوليك فرمنتيشن، تخمر كحولي، او بنقول عليه انايروبيك ريسبيريشن، تنفس لا هواء. هي دي الطريقه العاديه بتاعتها، بتتنفس في حاله غياب الاكسجين، ما عندهاش مشكله. فقال لك لما بتتنفس يعني بتكسر الجلوكوز، وتديك الكحول، كحول يعني اسمه ايثايل الكحول، وبتديني الكربون داي اوكسيد، اهو ثاني اكسيد الكربون ده بقى الغاز اللي بينفش الخبيث بتاعك. يعني تلاقي العجينه بتاعتي فيها هواء، الهواء ده اللي هو مين؟ الكربون داي اوكسيد. طب هو كان نتيجه ايه؟ تنفس اليست، الخميره انايروبيك لا هوائي. وطبعا الاتنين اي تي بي بيكفوا اليست ان هي تحصل على الانرجي بتاعتها، مفيش مشكله خالص. يبقى انا عندي نوعين من الفرمنتيشن: اسيدك فيرمنتيشن بيحصل في خلايا المصل لان بينتج لاكتيك اسيد، والكحوليك فيرمنتيشن بيحصل في اليست لانه بينتج عنه ايثايل الكحول. وفي كلتا الحالتين الاتنين نوع من انواع الريسبيريشن، التنفس الانايروبيك اللاهوائي اللي بيحصل في الليك، في نقص او الابسنس اوف الاكسجين، في حاله غياب الاكسجين. طيب يبقى احنا دلوقتي لما جينا نعمل سيلولار ريسبيريشن، تنفس خلوي، احنا كان عندنا كيميكال رياكشن. يعني حولنا الانرجي من صورة لصورة تانية. يعني حضرتك لما الجلوكوز بيدخل للخلية بيديني بداله كربون داي اوكسيد ووتر فيبر، وبيديني طبعا الاي تي بي، صح؟ طيب يبقى انا كده حافظت على اللو اوف انرجي كونزرفيشن، قانون بقاء الطاقة، ان الانرجي نايذر كرييتد نور ديسترويد، الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم، ولكن تشينج، الطاقة دي تشينج، بتحول من شكل لشكل تاني. يعني الجلوكوز كان مخزن كيميكال انرجي، لما كسرناه جوه الخليه اداني بداله 3 حاجات: اداني كربون داي اوكسيد، واداني ووتر، واداني الاي تي بي. طب ما كل الحاجات دي مخزنه طاقه. يعني هي الطاقه يا ولاد اتحولت من صوره لصوره تانية خالص خالص خالص. يعني الطاقه انا بحافظ عليها، بيحصل لها تشينج فقط، بتحول من شكل لشكل تاني. يعني نايذر كرييتد نور ديسترويد، لا تفنى ولا تستحدث من العدم. طيب الجزء بقى الاخير بيتكلم عن حاجه اسمها الكيميكال رياكشن، التفاعلات الكيميائيه. طيب يعني ايه كيميكال رياكشن، تفاعل كيميائي؟ قال لك الكيميكال رياكشن عباره عن ان احنا بنجيب شويه رياكتنت، متفاعلات، رياكت، بيتفاعلوا مع بعض ويدينوا برودكت ويدينوا نواتج، زي ما انت خدت في سنه ثالثه ان اي تفاعل كيميائي، اي تفاعل كيميائي بيبقى ليه شقين، ليه ناحيتين: رياكتنت، متفاعلات، ودي ببدا بيها، وبرودكت، ودي بنهي بيها، صح؟ صح. قال لك طيب انت عشان اصلا تعمل تفاعل كيميائي انت محتاج 2 ستيبس، خطوتين: تكسر البوند اللي موجوده في الرياكتنت، وتكون نيو بوند في البرودكت. يعني كسر الرابطه اللي ماسكه الذرات في الرياكتنت،
واكون نيو بوند، رابطه جديده موجوده في البرودكت. يعني ايه الكلام ده؟ طيب بصوا كده، ان اي تفاعل كيميائي يا ولاد بينطلق عنه يا اما هيت، يا اما بيعمل ابزورب للهيت، يا اما بياخد حراره، يا اما بينطلق عنه حراره. تمام تمام. يعني ايه؟ انا مثلا معايا ماده اسمها الام جي، مغنيسيوم، تمام، ومعايا الاكسجين اللي هو O2، هما هيتفاعلوا مع بعض، دول بقول عليهم رياكتنت، متفاعلات. تمام. طيب لما يتفاعلوا مع بعض بيدوني حاجه اسمها الام جي او اللي هو المغنيسيوم اوكسيد، وده بقول عليه برودكت. عشان التفاعل ده اصلا يتم، عشان التفاعل يتم، قال لي انت عندك خطوتين. اول حاجه انت عندك ادي الام جي، صح، عايز يمسك مع مين؟ مع الاو 2، بس الاو 2 ده عباره عن او ماسكه ببوند مع او تانية، يعني في رابطه ماسكه التو اكسجين، الذرتين الاكسجين، فما ينفعش المغنيسيوم يتحد مع الاو بالشكل ده، فهنضطر ان احنا نعمل ايه؟ بريك داون للبوند، تكسر الرابطه اللي موجوده ما بين الاو 2، يعني اكسر الرابطه عشان يقدر الام جي يمسك في الاو 2. قال لك بس خد بالك، انت اصلا عشان تكسر الرابطه فانت محتاج انرجي، محتاج طاقه. تمام تمام. فاذا البريك داون اوف بوند، كسر الرابطه، كسر الرابطه بيحتاج ايه؟ ابزورب، بيمتص انرجي، بنمتص انرجي. طيب بتاخد الانرجي طاقتك منين عشان تكسر البوند؟ قال لك باخدها من السراوند، الوسط المحيط. يعني ايه الوسط؟ لو التفاعل ده بيحصل في معمل فالمعمل ده هو الوسط المحيط، لو التفاعل ده بيحصل مثلا في التلاجة يبقى التلاجة ده الوسط المحيط، السراوند. المهم انت حضرتك عشان تكسر البوند، تمام، فانت بتعمل ابزورب، بتمتص انرجي، بتمتص طاقه. تمام تمام. طيب قال لك طيب تعالى بقى نكون الام جي او، ادي الام جي هيمسك في الاو، هيمسك في الايه؟ في الاو برضه ببوند. قال لك طيب ما البرودكت برضه بنكون بوند جديده، صح، ما بينهم. قال لك عشان تكون بقى بوند انت بتعمل ريليزنج للانرجي، بتطلق طاقه. يبقى القاعده بتقول عشان اكسر بعمل ابزورب للانرجي، بمتص طاقه، وعشان اكون بوند جديده بعمل ريليزنج، بطلق طاقه. صح صح. انا بقى عندي في الدرس النهارده نوعين من الكيميكال رياكشن. يعني ايه؟ عندي نوعين من التفاعلات، يا اما تفاعل اندوثيرميك يعني موصل الحراره، بيمتص حراره، يا اما اكزوثيرميك بيطلق حراره. تمام. يعني ايه تفاعلات اندوثيرميك؟ تفاعلات موصل الحراره، يعني تفاعلات هتسحب حراره من الوسط المحيط، ومش شويه بقى، لا ده هتسحب كتير قوي من الوسط المحيط عشان تقدر تكسر الرابطه، تقدر تكسر الايه؟ الرابطه بتاعتها. طب يعني ايه تفاعل اكزوثيرميك؟ لا ده تفاعل هيطلق حراره للوسط المحيط، هيطلق حراره للوسط المحيط. يعني بصوا كده، انا هعمل نفس المثال ده. بصوا كده، قال لك مثلا لو انت عندك ادي الام جي، صح صح، قال لك هيتفاعل مع مين؟ احنا قلنا الاو ماسكه بوند مع او. لو قلت لك وانت عارف ان البوند، الروابط الكيميائيه بتبقى مخزنه طاقه، ستور انرجي، بتبقى مخزنه طاقه في الرابطه، بس الطاقه اللي ما بين الاكسجين دي طاقه مقيده. يعني ايه؟ طاقه لسه ما اتحررتش لان احنا ما كسرناش الرابطه. هنفترض ان طاقه الرياكتنت، طاقه الرابطه اللي موجوده في المتفاعلات دي مثلا مقدارها 100 جول، 100 جول. تمام. فهي احنا محتاجين عشان نطلق الطاقه دي، محتاجين حد يشحتنا شويه طاقه، تمام، ولما نكسر الرابطه نرجعهم له تاني. فانا هروح للسراوند، الوسط المحيط، هقول له اديني شويه انرجي، اديني شويه طاقه، اكسر بيهم مين؟ قال لي هتكسر بيهم الرابطه بتاعتك. وقلت له لما الرابطه بتاعتي تتكسر هرجع لك ايه اللي خدته. تمام تمام. طيب انا هستلف قد ايه عشان اكسر الرابطه؟ قال لي هتستلفي مثلا وليكن 20 جول، 20 جول. يبقى انا هاخد قد ايه من الوسط؟ قال لي هاخد 20، وانت معاك في الرابطه بتاعتك كام؟ في المتفاعلات معاك 100 بس هي مقيده. طيب خدت ال 20 وكسرت الرابطه، صح صح. قال لك طيب ايه اللي هيحصل بعد ما كسرت الرابطه؟ في طاقه هتنطلق، صح. قال لك الطاقه دي انت رجع بقى ال 20 للوسط المحيط، تمام، وهتقول للوسط المحيط طالما انت كنت كريم معايا فانا هديك طاقه وبزياده، هديك ال 20 وهديك بزياده لان انا معايا 100، معايا كتير قوي. في الحاله دي يبقى انت تفاعل كريم. يعني ايه كريم؟ هتطلق حراره للسراوند، للوسط المحيط، لان انت معاك وكتير، معاك في الرياكتنت بتاعتك في المتفاعلات معاك طاقه كتيره، فرجعت اللي خدته وبزياده. يبقى انت تفاعل اكزوثيرميك، تفاعل طارد للحراره، انت راجل كريم داخل وجيبك ملان. يعني الرياكتنت، المتفاعلات بتاعتك معاها طاقه كتيره بس هي مقيده في الاول، لما تكسرها هتدي للوسط المحيط طاقه وبزياده. انتوا فاهمين ولا مش فاهمين؟ تمام. ده التفاعل ده اسمه اكزوثيرميك، تفاعل طارد للحراره، طارد للايه؟ للحراره. طيب تعالى ناخد التفاعل التاني اللي اسمه الاندوثيرميك، المص للحراره. يعني ايه بقى؟ ده تفاعل شحات، المص للحراره ده شحات. يعني ايه شحات؟ نفس الفكره اهي اهي، بص كده، انا مثلا كان معايا ادي ام جي،
تمام. طيب وهتتفاعل ادي الاو والاو. طيب هنفترض ان طاقة الرابطة ما بين الاكسجين هنا بقى، هنا المرة دي هنقول ان هي 20 جول، يعني الطاقة المتخزنة في الروابط دي 20 جول. تمام. طيب حضرتك محتاج طاقة عشان تكسر الرابطة، لان عشان التفاعل يتم لازم أنا اعمل بريك داون، اكسر البوند الموجودة في الرياكتنت. صح؟ صح. قال لك طيب انت حضرتك كان الرابطة بتاعتك قوية شوية، فهتحتاج طاقة كتيرة قوي تشحتها من الوسط المحيط. هشحت كام بقى من الوسط المحيط؟ 100 جول. هشحت منه 100. يا نهار ابيض، ده حتى انا لما اكسر الرابطه بتاعتي هينطلق بس منها كام؟ هرجع للوسط المحيط 20 بس. طب وال80؟ انا كده مديون ب80 للوسط المحيط. معنى كده ان انا كنت بادئ شحات. يعني ايه بادئ شحات؟ متفاعلاتي ما كانش عندي طاقه كتير، كنت بادئ وانا ضعيف، ولما استلفت تمام بقيت مديون للوسط المحيط. تمام، رجعت له شويه صغيرين وبقيت مديون بالباقي. يبقى انت تفاعل اندوثيرميك، ماص للحراره. يبقى انت تفاعل شحات بادئ بقليل. عندي نوعين من الكيميكال رياكشن، اندوثيرميك واكزوثيرميك. يعني ايه اكزوثيرميك؟ قال لك يعني تفاعل طارد للحراره، هيطرد حراره يعني هيسخن الوسط المحيط. يعني ايه؟ يعني حضرتك لما بتولع نار، النار دي يعتبر ولعتها كيميكال رياكشن. تمام. طب مش الجو بيدفى حواليك؟ يبقى تفاعل النار ده اكزوثيرميك، لان السراوند درجه حراره التمبريتشر بتاع الوسط المحيط رفعت. يعني لما تلاقي المكان سخن يبقى التفاعل ده طرد حراره، يبقى اكزوثيرميك. طيب لما تلاقي المكان بقى بدأ يبرد، يبقى انت امتصيت حراره من الوسط المحيط، سحبت الحراره بتاعه الوسط المحيط، يبقى التفاعل اندوثيرميك، مص للحراره. يبقى الاكزوثيرميك التفاعلات الطارده للحراره زي رياكشن، ده عباره عن رياكشن from which an amount of thermal energy بينطلق عنها thermal energy للسراوند environment، فبتزود التمبريتشر بتاع السراوند، تطلق حراره للوسط المحيط. لكن الاندوثيرميك دي شحاته، بتشحت حراره من الوسط، بتاخد حراره الوسط، فالتمبريتشر بتقل بتاعه الوسط المحيط. يبقى الاندوثيرميك ده عباره عن تفاعلات بتعمل ابزورب، بتمتص حراره من الوسط المحيط. تمام كده يا ولاد؟ فبيحصل ديكريز للتمبريتشر، بتقل حراره الوسط المحيط. طيب لو انت بقى تفاعل كريم، كريم يعني اكزوثيرميك، تفاعل طارد للحراره، هتدي وبزياده. تفاعل كريم يبقى انت الرياكتنت طاقه المتفاعلات بتاعتك اكبر من البرودكت، داخل وانت عالي والبرودكت قليله. يبقى لو انا داخل وجيبي ملان، يعني ايه جيبي ملان؟ يعني الرياكتنت المتفاعلات بتاعتي مخزنه طاقه كتيره، يبقى انا هدي وبزياده. يعني ايه هدي وبزياده؟ بصوا كده الحته دي حضرتك، احنا دي الرياكتنت صح، المتفاعلات والتفاعل عشان يتم انا لازم اكسر الرابطه في الرياكتنت صح، اضطريت ان انا اشحت حراره من الوسط المحيط عشان اكسر الرابطه. فبص شحت قد ايه من الوسط المحيط؟ شويه صغننين دول، دي اسمهم الاكتيفيشن انرجي، دي الطاقه اللي انا خدتها، اسمها طاقه التنشيط، الاكتيفيشن انرجي اللي انا خدتها عشان اكسر الرابطه في الرياكتنت صح. طب ولما الرابطه اتكسرت، بصوا بقى انا رجعت للوسط اللي خدته، رجعت شويه اللي انا خدته واديته بزياده، واديته كمان شويه من عندي، لان انا راجل كريم، الرياكتنت بتاعتي كانت فيها طاقه اكبر من البرودكت. يبقى انا اكزوثيرميك، تفاعل طارد للحراره. انتوا فاهمين ولا مش فاهمين؟ يبقى انا تفاعل كريم. كريم يعني انا هاخد، يعني الطاقه اللي انا محتاجها عشان اكسر اقل من الطاقه المنطلقه، يعني الطاقه اللي هتنطلق هتبقى اكبر. بصوا كده، دي اسمها الطاقه المنطلقه. شايفين اللي التفاعل انطلق عنه طاقه قد ايه، وشايفه هو امتص قد ايه. يبقى لما تبقى الطاقه المنطلقه اكبر من الممتصه، يبقى على طول تفاعل اكزوثيرميك، انت راجل كريم، الرياكتنت بتاعتك كانت معاها وبزياده، فديت للوسط المحيط. تمام. لكن لو انت بقى تفاعل شحات، يعني ايه شحات؟ يعني هتبدا برياكتنت ضعيفه، انت الطاقه بتاعت المتفاعلات بتاعتك مش مخزنه طاقه اصلا كتير، فهتضطر تشحت حراره من الوسط المحيط عشان تكسر الرابطه. يعني شوف الاكتيفيشن انرجي، طاقه التنشيط بتاعتك قد ايه كبيره، شحت كتير قوي عشان تتنشط والتفاعل يتم. ولما كسرت الرابطه، بص رجعت شويه صغيرين. طب وفين الباقي؟ انت بقيت مديون بيه، مش قادر ترجعه. يعني الطاقه اللي امتصيتها عشان تكسر الرابطه اكبر من الطاقه اللي اطلقتها وانت بتكون الرابطه. يبقى الانرجي هوتش ابزورب، الطاقه الممتصه عشان اعمل بريك داون للبوند، اكسر الرابطه، كانت اكبر من الانرجي، اكبر من الطاقه ريليز المنطلقه. يبقى انا تفاعل شحات اندوثيرميك يعني تفاعل مص للحراره، مص للايه؟ للحراره. طيب تعالى كده، انا عندي حاجه اسمها الدلتا اتش، اللي تشينج في الهيت كونتنت. يعني ايه اللي تشينج في الهيت كونتنت؟ معدل التغير في المحتوى الحراري. يعني ايه؟ يعني المتفاعلات دي بيبقى لها محتوى حراري،
والبرودكت بيبقى لها محتوى حراري. انا عايزه اشوف بقى كميه الطاقه المنطلقه قد ايه او الممتصه قد ايه. فقال لي عندي حاجه اسمها الدلتا اتش، يعني بتطرح طاقه النواتج ناقص طاقه المتفاعلات. يبقى الدلتا اتش بتساوي البرودكت ناقص الرياكتنت. صح صح. تعالى بقى، مين اكتر؟ هنفترض مثلا ان الرياكتنت هنا مثلا 20، البرودكت اقل منها، هنقول ان هي مثلا 5. صح صح. طيب انا عايزه اجيب الدلتا اتش، معدل التغير في المحتوى الحراري. هتقول لي ايه؟ هطرح طاقه اللي هي البرودكت اللي هي 5 ناقص الرياكتنت المتفاعلات اللي هي كام؟ 20، لان القاعده بتقول برودكت ناقص رياكتنت. طيب هتطلع كام؟ نيجاتيف 15، سالب 15. يعني الاشاره هتطلع بالايه؟ بالسالب. يبقى لما الدلتا اتش تبقى الاشاره بتاعتها نيجاتيف على طول وانت مغمض، يبقى التفاعل اكزو، طارد للحراره. صح، لان الدلتا اتش بالنيجاتيف طلع بالسالب. صح صح. طيب تعالى نعكس المقوله دي بقى على التفاعل الاندوثيرميك اهو. فين الرياكتنت بتاعتك؟ هنفترض بقى ان الرياكتنت هي اللي 5 وان البرودكت هي اللي 20. تمام. القاعده بتقول ان الدلتا اتش معدل التغير في الهيت كونتنت هتساوي البرودكت ناقص الرياكتنت. البرودكت كام؟ 20 والرياكتنت كام؟ 5، يبقى ناقص 5. 20 ناقص 5 هتطلع كام؟ 15، والاشاره موجب. يبقى لما الدلتا اتش تبقى بالبوزيتيف، الاشاره بالموجب، يبقى التفاعل اندوثيرميك ماص للحراره. يبقى انت دلوقتي خدت ان انت عندك نوعين من الكيميكال رياكشن، يا اما اندوثيرميك يا اما اكزوثيرميك، ماص او طارد للحراره. وده مين اللي بيحدده؟ قال لك الانرجي، طاقه الرياكتنت والبرودكت. لو انت داخل وجيبك ملان، يعني الرياكتنت بتاعتك كبيره معاك وبزياده، يبقى انت تفاعل كريم اكزو، هتطلق الحراره للوسط المحيط. لكن لو انت بقى داخل والرياكتنت بتاعتك قليله، هتبقى شحات، يبقى انت اندوثيرميك.